واخره من المسلسلات الواحد ما بيشبعش منها. لسه شايف المشهد اللي هو بتاع المنشاوي اللي هو ابراهيم يسري، وهو بيعتذر عن القضاء عشان يدافع عن ابن اخوه اللي هو ابن يحيى الفخراني بن رحيم المنشاوي، في مشهد انساني رائع. مشهد فكره رد الجميل للاخ، ان هو شايف ان اخوه الكبير ده هو اللي رباه وهو اللي تعب عليه، فهو بيتنازل عن كل ما وصل له من نجاح، او كل اللي وصل له من نجاح عشان اخوه الكبير اللي هو رحيم المنشاوي. الاداء النفسي بين يحيى الفخراني اللي هو شخصيه رحيم المنشاوي ودموع يحيى الفخراني وابراهيم يسري، لا لا مشهد حلو قوي. يعني انا شفت طبعا مسلسل ليل واخره اكتر من مره، وكان من المشاهد المؤثره، بس الحقيقه الدراما اللي ملعوبه في المسلسل اللي عاملاه المخرجه رباب حسين واداء يحيى الفخراني، ايه الاداء ده وايه الجمال ده، إيه الاداء اللي احنا بقينا مفتقدينه ده من يحيى الفخراني ومن المسلسلات اللي هي كانت بتعيش. الحقيقه محمد جلال عبد القوي من المؤلفين اللي هم بيركزوا فكره ايه، المال الحلال والاخوه والاسره. وهو جاب حته بقى قالها في كل المسلسلات بتاعته. عيال عمران ما يعملوش كده، عيال عباس الضو ما يعملوش كده، هو المؤلف. محمد جاب القوي هو اللي مؤلف المال وبنون. اولاد عباس الضو ما يعملوش كده، اولاد عمران ما يعملوش كده، في سوق العصر اولاد عثمان المغازي ما يعملوش كده. نفس الكلمه اتقالت في الثلاث مسلسلات بس من الذاكره يعني. فابراهيم يسري راح ليحيى الفخراني قال له اولاد عمران لازم يقفوا جنب بعض وما يعملوش كده. بس انا بجد انا انبسطت لما شفت المشهد ده، افتكرت ابراهيم يسري. ابراهيم يسري من الممثلين اللي انا كنت اتمنى ان هو يتفرد لهم مساحه اكبر من كده. مفيش مشهد او مفيش اداء عمله كان سيء، بالعكس كان اغلب اداءاته السينمائيه او التلفزيونيه حلوه ومعقوله جدا. انا فاكر له طبعا الليل واخره، وفاكر له دوره كان اول دور كنت اشوفه للتجسيد للشافعي في مسلسل عصر الائمه، وكان ابراهيم يسري عامل اداء حلو قوي. طبعا بقى فيلم ثقافي، المشهدين اللي هم عملهم في فيلم ثقافي الدور الكئيب، الفيلم اللي عمله مع عادل امام، افلام ظريفه. بس هو ما طلعش طاقته التمثيليه غير في الدراما. يعني مع يحيى الفخراني في ادوار الشرير مثلا اللي هو عمله في ظل المحارب مع هشام سليم. الدراما فتحت لابراهيم يسري مساحات كبيره جدا. الحقيقه ما شفت المشهد وتمثيل ابراهيم يسري افتكرت قلت الله يرحمه، فعلا كان فنان جميل، وكان فنان ليه ادائه، وفنان ليه تقل تحطه في اي دور يقدر يقوم بيه وينور. الله يرحمه ويرحم امواتنا كلهم. السلام عليكم.